كم مرة اعتذرت اليوم عن شيء لم تكن أنت المخطئ فيه؟ أنت لا تتصرف بمجاملة فحسب، بل تستخدم درعا نفسيا لمنع الناس من التخلي عنك. هذه الخيانة الذاتية التلقائية هي في الواقع آلية دفاعية متأصلة في ماضيك. دعونا نحلل لماذا يختار عقلك الشعور بالذنب بدلا من المنطق. هل عمرك قلت آسف إني أزعجتك رغم إنك ما أزعجتش حد؟ أو اعتذرت لأنك اتكلمت أو طلبت حقك أو حتى عبرت عن مشاعرك؟ الغريب إن الناس دي غالبا مش ضعيفة، هم فقط متعودين يشعروا إن وجودهم نفسه عبء، وفي لحظة معينة من طفولتهم اتعلموا إن السلام أهم من أنفسهم، فبدأ العقل يعمل صفقة خطيرة جدا: لو اعتذرت بسرعة محدش هيزعل مني. علم النفس يسمي هذا hypervigilance أو اليقظة المفرطة. يعني إيه؟ يعني عقلك بقى يراقب مشاعر الناس أكتر من مشاعرك أنت. أي تغيير في نبرة الصوت، أي صمت، أي نظرة بسيطة تخليك فوراً تسأل نفسك: أنا عملت حاجة غلط؟ وهنا تبدأ الكارثة. أنت لا تعتذر لأنك أخطأت، أنت تعتذر لأنك خائف. لكن انتبه، في شيء أخطر يحدث بدون ما تشعر. مع الوقت أنت تبدأ تتحمل مسؤولية مشاعر الجميع. شخص غاضب؟ أكيد السبب أنت. شخص صامت؟ ولو العلاقة توترت لازم أعتذر. وهكذا تتحول حياتك إلى محكمة، وأنت المتهم الوحيد فيها. إحدى الفتيات قالت لمعالجها النفسي: أنا بعتذر حتى للكاشير لو وقف ينتظرني. فسألها: أول مرة حسيت إنك لازم تعتذري كي لا يغضب أحد؟ سكتت، ثم قالت: لما كنت صغيرة أمي كانت تنهار نفسيا بسرعة، وكنت دائما أحاول ألا أزعجها. وهنا فهمت شيئا مرعبا: هي لم تكبر وهي تتعلم الحب، هي كبرت وهي تتعلم كيف تمنع الكارثة. وهذه القصة ليست استثناء، هي أنت وأنا وملايين لم يفهموا بعض. طيب، كيف توقف هذا؟ لو شعرت بالرغبة في الاعتذار، اسأل نفسك أولا: هل أنا فعلا أخطأت أم فقط خائف من التوتر؟ لو غضب أحد، لا تندفع فورا لتحمل الذنب. ولو قلت رأيك، لا تعتذر عن وجودك. أحيانا أقوى جملة علاجية ممكن تقولها لنفسك هي: مش لازم أكون غلطان عشان أستحق الحب. المؤلم إن بعض الناس قضوا عمرهم يعتذرون فقط لأنهم كانوا خائفين أن يتركوا وحدهم. فكر فيها للحظة، كم مرة قلت آسف بينما كان الغلط الوحيد إنك خفت؟ ولو وصلت لهنا، اكتب في التعليقات كلمة واحدة بس: خوف أو ضمير. وتذكر، ليس كل اعتذار دليل طيبة، أحيانا يكون دليل نجاة.